نشرت صحيفة بريطانية سبورت بايبل تقريرا عن لقطة مثيرة للجدل في مباراة النصف النهائي كأس العالم تحت 20 سنة بين المغرب وفرنسا، حيث استخدم مدرب المنتخب المغربي بطاقة المراجعة البنفسجية لطلب مراجعة تقنية. أوضحت فيفا أن هذا النظام الجديد يعرف ب FPS ويستخدم للسماح للمدربين بطلب مراجعة الحالات التحكيمية الواضحة والمهمة مثل الأهداف وركلات الجزاء والطرد المباشر. ويقوم المدرب برفع البطاقة البنفسجية وتقديمها للحكم الرابع مباشرة بعد الواقعة. وأكدت فيفا أن هذا النظام ليس بديلا عن تقنية VAR، بل أداة محمولة لدعم التحكيم في المسابقات اللي تفتقر إلى الموارد الكافية لتطبيق VAR. المدرب المغربي محمد وهبي استخدم البطاقة خلال المباراة أمام فرنسا اللي انتهت بفوز المغرب بركلات الترجيح وتأهله للنهائي، كما لمع الحارس عبد الحكيم المصباحي الحارس الثالث للمنتخب بتصديات بطولية ساهمت في هذا الإنجاز التاريخي. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الأرجنتيني في النهائي يوم 19 من أكتوبر.